بداية يعني بداية من الطفولة، حب الدنيا وحب الشغل وحب العمل والصدق وحب المصداقية من الطفولة. يعني بدأت أنا عمري 9 سنين وأنا كافة في حياة. بدأت في الحمالة، حمل على راسي وحملات على راسي وتحرك فيها. بدأنا في التجارة مبسطة وصغيرة، نبيع في البطيخ، نبيع باشا. يعني الحمد لله كان الإنسان حياته يعيش كيف يعيش على الله سبحانه وتعالى مع نفسه، كيف يكون هو يكمل نفسه. ما هو الانسان يقول انا يا ابوي شغلني ولا يا فلان شغلني ولا الحكومه شغلني، لا. كل انسان روحيته وعقليته يعيش كيف انه هو يبني كل شيء ويعمل شيء بنفسه. والمجال مفتوح، مجال يعني اذا كان المجال هذا اللي اتكلم عنه قبل تقريبا حوالي 70 سنه، ما بالك يومنا هذا، ما بالك يومنا هذا. اليوم المجال اوسع واوسع بكثير للي بيشتغل. لكن متى ما يقول الانسان لا ابي الحكومه تشغلني، او متى ما يقول الانسان والله انا ابغى اشتغل 4 ساعات وانام اكثر، او مثلا يقول والله انا بدور لي شيخ مصرف انا ازوق منه وازوق منه. شيخ سليمان، اليوم اعلنت تقسيم الاموال وتوزيع الثروه على الابناء، كيف رايت قد تكون انت الشخصيه الاولى في العالم الاسلامي التي تقوم بمثل هذا الامر بعمليه تقسيم الثروه بالعدل وبالامور الشرعيه يعني؟ اول شيء انه هذا معمل شرعي لله الحمد، هذه من ناحيه. والشيء الثاني انا اشعر نفسي اني اسعد انسان في العالم. انا اعتبر اني انا اسعد انسان، لانه المال الله سبحانه وتعالى اعطاني المال، وامر الله سبحانه وتعالى ان اوزع المال في طريقه صحيحه، وهو ضمن متوزع بعد موتي، لكن انا وزعته قبل اموت، فمعناته ضمنت الحوار والغلط والتداخلات بين الاولاد انفسهم، اعطيتهم حقهم خلوا عرفهم وارتاحوا وانا ارتحت. هل ارتحت نفسيا؟ انا ما اعتقد انه في الدنيا اريح مني احد. يعني برتاح نفسيا وبرتاح روحيا واشعر نفسي اسعد. ولا الان مر على الفكره، لا فوق سنه و6 اشهر ما في عندي ساعه ندامه. ما مرت علي ساعه ندامه وندمت اقول ليتي ما سويت ابدا، لن تمر علي ندامه، بل كل يوم يزيد السرور سرور. جميل. شيخ سليمان، يعني يذكر بانه انت لم تعترف بالتصنيف العالمي للاثرياء حول العالم، ذكرت بانه غير صحيح، يعني بما كما قلت انه لم يعدوا فلوسي. شوف، أثرياء العالم وأثرياء العالم والثروة، إذا كنا نعبر عن الثروة تعبير حقيقي، المال مال الله، والمال كله الله سبحانه وتعالى استخلفك عليه، فكونك أن تديره كذا أو تديره كذا أو تديره كذا، لكن كل ما تعمل فيما يحب الله ينمو أكثر، كل ما تقرب من الله ينمو أكثر، كل ما تكون صادق مع الله ينمو أكثر، كل ما تكون تحلل مدخلك وشربته، إذا كنت بالزكاة الشرعية تأمن أكثر، كل ما تعامل معه بالصدقية مع الله يزيد النمو ويرفع النمو بشكل. سؤالي الأخير شيخ سليمان، العمل الخيري في حياتك، أنت مشهور يعني بهذه الأمور والأمور الإنسانية، خدمة المجتمع، كيف تراها كدور الثري للمجتمع؟ وهذا واجبنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، جعل أن نرسل الله سبحانه وتعالى الزكاة، وجعل أن الصدقات، وجعلنا نخدم الفقير، وجعلنا نخدم الجار، وجعلنا ديننا يأمر بهذا. لو رجعنا بحقائق الدين وتبعنا الدين على حقيقته، وجدنا ان ديننا يوجهنا اننا نكون أخوة، انما المؤمنون أخوة، انما المسلمون أخوة، يجب ان نتعاون، يجب ان نقوي نرفع فقيرنا، وهذا واجبات علينا. كلمة أخيرة لكل شاب يراك يريد البحث عن العمل، يريد البدء بمشروع تجاري، يريد أن يكافح ليبدأ حياة. والله شوف، العمل إذا كان الإنسان بيعمل وبيقول والله أنا شاب ولا سعودي ويعتز انه سعودي، نعم من حقه يستلم سعودي، لكن يجي يقول والله انا بعمل عمل، ثم يجيب له عامل من برا من هنا ومن يحطه بهالمكتب، يحطه متجر ويحطه واحد، هم هو بده يروح يتمشى، انا الرجل العمل الفلاني والرجل الفلاني، هذا ضيع نفسه. اذا كان يبي يكافح، يعني يكون طالع الدوام، ما اشوف انه الزباين يجونه الساعه 7 كل الساعه 7 في الدوام، يسوون 7 8 يكون اول ما يفتح الباب المفتاح بجيبه. انا كنت لما كنت اشتغل ما اجي المفتاح بجيبي، ما حد يفتح الباب ما يفتحوا زيد ولا عمرو، انا افتح الباب ولا اسك الباب ولا ذا وناظر شغلي. قد يكون هذا سر التفوق الاقتصادي على الكثير من الخبراء. لا، هو لازم الانسان يعمل، لانك الناس ما عاملين لك، حتى لو كنت حد موظف يستخدم اعطيته يبي يشتغل هو، لكن يشتغل في حدود ما توجهه انت. لكن لما تجي انت تنور نفسك انت من زبون تعلم فكره، من واحد يسال عن بضاعه تعلم فكره، تجيب فكره تحضرها، تجيب بضاعه ثانيه، لكن الانسان يعني يتحرك. نشكرك يا طويل العمر.